معنا الممثل القدير محسن أبو العريس. رجوع إلى المسرح خلينا نقولوا، تجربة جديدة. غياب زادة برشا أسئلة تطرح عليك. محسن كانت تجاوبنا. والله شوف، بالنسبه للمسرح ما عنديش غيب. آه. ممكن تلفزه صحيح. آه. مسرح لا. غيبنا بركة، غيبتنا الناس كل وقت الكورونا. اما براتيكمون كل عام لازم عندنا سبيكتاكل كسوا هكا ولكن المره دي التجربه هذه الصيف اللي فات والسنه مع صابر وخضره كان عمل هذا فهمني مع بعضنا. اما في المسرح حسابيا ديما موجود، معناتها ما عنديش مشكل. العروض مش منتشرة، وش نقصدوا برشا ما نشوفوكش في المهرجانات الكل، معناتها علاش؟ شنو المشكل هنا؟ والله المشكل هذه هي ما نعرفش. فما برشا مشاكل في التوزيع، مشاكل في الظروف. ما عندك شيء مثلا كما قلت، شكون البواطه اللي هي توزع فيك، اللي هي مكفله بالعمل. فهمت، احنا نخدموا وحدنا، نعم اتصالاتنا وحدنا بعلاقاتنا. بواطة ولا ماكينة؟ ماكينة لا، هي ماكينة ما تبدا بواطة تكبر تولي ماكينة. هي هكا حطيت سمعك عداه. وي. خلينا نحكيو على نهار على عمار هذا، كيفاش اعطينا فكره النص، كيفاش كانت الكتابه نتاعو، علاش ارتكست محسن، وين تصنف العمل هذا؟ والله شوف، الكتابه وكل راي الحكايه كلها هي فكره وحلمه. وانا وصابر عملنا خدمه اخرى قبل. ما كتبتش ومعاي كيب اخرى وكل شيء، وجات ظروف وكل شيء. بقى قعدنا نحلم ونقول نحن نحب نخدموا عمل مع بعضنا. اخترنا الاطار الساعه، بدينا في الاطار، ومن بعد بدينا كل مره نزينوا، كل مره نزيدوا بارتي. فهكاك وحدنا، ما عندناش مؤلف. نحب نقولها بصراحه، احنا تاليف ثنائي مع بعضنا. قعدنا فهمني نزيدوا النقص ونزيدوا كل بارتي نريقلوها. عملنا حكايه خرافه، فهمني، خرافه تبدا فيها بدايه وجوهر ونهايه. هذا هي الفودفيل، هو كيكا وبقات كل مره فما ماك تعرف الكوميديا ما فماش نص فيكس، معناتها يقعد هكاك ما يتحركش. ممكن في التراجيك نسمعك، في الكوميديا راك كل عرض تزيد، كل عرض تلقى روحك لازم تشديه، لانك انت بدك تحب تقنع روحك وتحب تكون هكا فهمني شيخ اكثر وجايب اكثر ضحك. ماذا بيك وين تلقى الحاجه اللي تناسب تولي تبدلها. هذا هو الصار. يعني نحن كما نقولوا، نحن مازالت هي تددش الحكايه، معناتها ناويين على ربي ان شاء الله. فما برشا حاجات ونحبوا نحسنوا ونحبوا نخدموا مثلا في بوركوبا غدا في الايام نطلبوا نحبوا مسارح كبيره من حقنا. وقت اللي نحن بدنا ان شاء الله، احنا تو بريسك انا بدينا لقينا رواحنا، فهمتوا. ان شاء الله جاي به يعني. النقار صنفوا مسرح شعبي، انت تصنفوا فودفيل. كيفاش تشوف هذا هو صب في نفس الحكايه. هو الشعبي هو الفودفيل. هو الفودفيل هو العمل الجماعي اللي فيه حكايه، فهمني، وفيه برشا وفيه عناصر. هو الفودفيل فيه خرافه وفيه عناصر، ما يكونش شخص وحده. وشعبي، لانه الشعبي لانك تحكي في حكايه مثلا تمس الناس كل اجتماعيه، فتنجم تكون كانت شعبي تفرج فيها الشعب العام الكل، ماهيش نخبه. ما فهمت، ماهيش كومبليكي. معناتها هاك شفت انت ما نصورك من بكري، حتى صغار تاقلموا وتجاوبوا مع الحكايه. الناس كبار هي فاميليال الحكايه، مس الكل مادام اجتماعيه، ماهيش اوزي، ما فيهاش حاجات ما نمسوش بامور اخرى. فان هذيك هي، هذاك هو الشعبي ان شاء. واحنا بصراحه احنا هذا التوجه، هذا اللي كول بتاعنا نحن من الاول. كسوا صابر كان في ثنيه اخرى وانا جيت من نفس المدرسه وتقابلنا، وهذاك اللي صار. شكون اختار الاخر، محسن ولا صابر؟ شكون اختار شنو؟ شكون اختار الاخر، محسن ولا صابر؟ والله زوز، والله زوز. انا اقترح عليه واحد انترميدير بيناتنا، قال لي راهو صابر هكا وهكا، وجا صابر قال له رب العريس كذا. احنا زوز رحبنا بالفكره وتقابلنا. كان هو مضى به، قال لي انا اخويا هكا عندي بليزير باش نحب نخدم معاك، وانا نفس الشيء. شكون استفاد من الاخر حسب رايك محسن؟ انت استفدت من شعبيه صابر ولا صابر تستفاد من خبرتك انت في التلفزه والى غير ذلك قبله هو؟ والله الاستفاده للزوج كما تحكي. نجم هو عنده شعبيه معينه، انا ربحتهم ريتهم، فهمني. وخاطر كما قلت لك نشبهوا لبعضنا في حاجات، انتو شيفوا نفس الشيء المواضيع. هو زاد بتجربتي انا فوق من 30 سنه وكذا، ف يعني وصلتها. فهكا هي شنو استفاده جماعيه. اللي ناقصني تكملوا، اللي عندك انت نكمل لك باش خلينا نغتنم من خبرتك محسن في الكوميديا. ما شاء الله انت مسيره كبيره برشا. كيفاش تصنف النقار
علاش الناس حبته؟ شنو هو التصنيف نتاع الكوميدي؟ مغاير، هو مختلف تماما تقريبا على الكوميديين اللي نعرفوهم، تقريبا معناتها اختلاف نوعي معناتها. وين تشوفوا انت كيفاش تحكم عليه محسن؟ والله شوف، هو هو ما يشبه لحد. هو هذه الميزه. لو شوف التقليد واللي كذا واللي يتبع ما ينجحش. حتى كان ضربت من الاول راه فهمني. هو لا، هو من نوعيه اللي فينومين يخلق في وقت ما يشبه روحه في حكاياته، في الجستويال، في طرح الموضوع. جاء حاجه خاصه. علاش الناس حبته وتبعته ولا تو تمشي له المسرح؟ حتى كانوا يشوفوا فيه في الجنوبيه، تو ولا يمشيوا له المسرح. وفي المسرح الحاجه الباهيه اللي عملها صابر انه السكيت شيء والمسرح حكايه اخرى. خاطر ثم ناس طاحوا في بياج شنو مثلا، ناس نجحت في سيري في التلفزه. ما نحب نسمي الاسماء، ممكن نسمي لك الاعمال. واحد طلع في نسيبتي العزيزه، عمل البرسوناج، يطفي يهز نفس البرسوناج يهزها للمسرح، يمشيوا الناس يسخيبوها. هاي عملت نتاع درجه هذيك من الاول، هالبرسوناج اللي يجي على خاطر، ومن بعد يقول لك وين الماتيرك، وين هنا طاحوا. فهو فرق، هو ذكاء وين ما نعرف سبونتاني يعملها ولا ذكي. نحى فرق بين التلفزه والمسرح. اللي يجي يتفرج في صابر هنا لا علاقه بالشيء اللي يعمل في غاز. هذه حكايه اخرى، بيرسوناج اخرى وتجو اخر. هذا علاش هو قلت لك انا باش يتواصل الواحد، خاطر الاخرين في دارتيفيس راهو. اما الناس تجي تطلع طف بعد كيما شكون؟ ما نسميوش عاد الاسماء. ديسي هو المورال طايح وزيد يسمع اللي لا ما نحبوش. اما الناس تعرف، الناس تعرف الممثل بازي، وناس تعرف اللي فقاع. فهمت؟ الناس تعرف زي تو على ذكر التلفزه خلينا نحكيو معناتها بصفه منطقيه. محسن بالعريس في تاريخه وشاهد وخدم برشا اعمال. نشوفوا ريبيلوت مش كي يعاود فيلم ماهوش موجود فيه، برغم هو الفيلم خلينا نقول الثاني في الكوميديا، واحد الكوميديين شويه ماهوش موجود. سبق الخير كيف نشوفوا في فيلم كوميدي وسيت كوم يتحول لسيت كوم الموجودين في رمضان. كيف محسن بالعريس ماهوش موجود حتى مع اصدقاء دربه اللي هما المفروض معناتها خلينا نقول على الاقل من الممكن انهم يجيبوا معاه في خضم هالاعمال هذه الكل. اسك معناتها هي اسك للدرجه هذه محسن ما عندوش بلاصتو غاديكا؟ انت ما تتبعش مجموعه معينه، كيفاش تفسر غيابك هذا؟ تغيب ولا غياب حسب رايك؟ والله تغييب ماهوش غياب. انا حاضر موجود. شنو السبب؟ والله اللي برشا اسباب، من اهمها كلونات تو. ما انا مانيش من المجموعه، مانيش من المجموعه. وقت اللي يوزعوا عمل ولا حاجه يوزعوا لبعضهم. فهمت؟ معروف هذه راه في لكن انت يكون صديقهم محسن. انا والله برشا اصدقائهم. انا ما عنديش مشكله، انا ما نجمش نجي لصديقي ولا حد وهو يا اخو يبدا هو مثلا ريسبونسابل تاع عمل وانا نقول له فرضني. ما نحبش، ما شفتنيش راك كان العمليه. بالنسبه للسينما احنا ما عندناش سينما في الاصل. صحيح. ما نسميوش روحنا عندنا سينما. محاولات، وتعرف انت السينما وين تدار وين الدنيا نتاعها، وخلينا ملاعب. لا سينما انا خدمت مع الاجانب وبريسك في تونس ما خدمتش الا فيلم مازال ما خرجش مع صديقي احمد لاندولسي. وهو في العمل هذا هو منتج، ماهوش فيلم تاع الاطفال هذا. اي خاتم على الليسا. عملت فيها باريسيون يعني مشاركه، وكانت مشاركه فيها حسب ما قالوا لي في المونتاج، ما نعرفش. قالوا لي راهي حاجه حلوه وراك معناتها ماركيت بالكدا. شاركت فيها وان شاء الله نحب نشوفها انا بزيد على الشاشه. وكما نقولوا ان شاء الله هذه بادره نتاع ديماراج ان شاء الله بالنسبه للسينما. علاش ليه؟ خاطر احنا كوميدي واحد موجود، معناتها علاش ليه ما عندناش برشا في تونس كوميدي. ما عندناش. لكن نسميه توا راهو معناها انت رياض جعفر معناها شوقي بوقلي مش برشا معناتها. علاش ما يكونش موجود معناتها؟ نحسك متألم شويه محسن. اكيد متألم. لا باش نكذب ونقول لك لا ساتيسفي لا مانيش. اما نقول اش نقول انا الحمد لله الفنان ماهوش كوارجي. يعني عمره قصير الكوارجي. اذا فوت 30 سنه وما عملش كارير وفيها. الفنان ديما يطمح يقول غدوه تو تجي الادوار كيما تخدم دور طفل، تخدم دور البو، تخدم دور الجد. فما عنديش مشكل. فهمت؟ اوريزمون الحمد لله عندنا متنافس المسرح. ايوا خلينا على الاقل مازلنا واقفين راه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تتحسن الامور، وان شاء الله ناخذوا حقنا راه مش حظنا ولا حقنا، لانه حق. احنا اولاد الميدان هذا ماناش مرسكين، ماناش نطلبوا في العطف من حتى حد. احنا ماذا بينا ناخذوا حقنا كيما الناس اخرى خذت حقها. وزعوا خويا الامور وخلي الشعب والجمهور هو اللي يحكم.